ازاي نستعلم عن فلوسنا اللي في المحفظه بتاعتنا بتاع فودافون كاش بتاعت خطنا بكل سهوله وبكل بساطه؟ تابع معايا الشرح. كل اللي علينا نمسك موبايلنا مع بعض وكده نروح على الهاتف. شاشة القفل. الهاتف. هنخش عليه بالشكل ده. الهاتف. وبعد ما دخلنا على الهاتف بالشكل اللي انتم شايفينه حضراتكم ده، هنطلب الكود ده مع بعض عشان خاطر نقدر من خلاله نستعلم عن فلوسنا اللي في المحفظه بتاعتنا بتاع فودافون كاش. الكود هو نجمه 7 علامة النجمة. العلامة النجمية. 9 9 نجمه علامة نجمية 9 13 او 1 3 يعني 4 3 2 1 1 2 3 3 شباك اتصال. على 6 3 زر 9 تم محو النص. الهاتف. وبعد كده هنجيب الشريحه بتاعتنا بتاع فودافون، احنا خلينا على 2، هنروح جايبينها ودوسين عليه بالشكل ده. سام 1 سام 2 هندوس عليه بالشكل ده. الهاتف. زر اتصال. جار تشغيل رمز USS. لما بعد ما دوسنا عليه بالشكل ده جايب لنا قدامنا مربع حوار، تعالوا نقراه مع بعض. جاري. لمعرفة فلوسك على المحفظة برجاء إدخال الرقم السري باللغة الإنجليزية. بيقول لك ايه؟ بيقول لكم لمعرفة فلوسكم اللي في المحفظة يرجى ادخال الرقم السري باللغة الإنجليزية. يعني انتوا عشان خاطر تقدروا تعرفوا انتوا معاكم كام فلوس في المحفظة بتاعتكم لازم هنا تكتبوا الرقم السري بتاع محفظتكم باللغة الإنجليزية، وبعد كده هتدوسوا إرسال. بمجرد ما انتوا حضراتكم هتدوسوا إرسال هتجيكم رسالة قدامكم على الشاشة موضحة لكم كل فلوسكم اللي في المحفظة بتاعتكم بالتفاصيل الممل. وبعد ما تخلصوا قرايتها تقدروا تدوسوا موافق، وكده الرسالة هتمشي من قدامكم من على الشاشة وهتروح للرسائل. وبعد كده لو انتوا عايزين تطلعوا على تاني الرسالة في أي وقت تقدروا تروحوا لها من خلال الرسائل. يعني انتوا لو خلصتوا قرايتها الرسالة بعد ما تخلصوا قرايتها براحتكم تقدروا تدوسوا موافق، وبمجرد ما تدوسوا موافق خلاص الرسالة هتروح من قدامكم من على الشاشة. وتقدروا بعد كده لما تكونوا عايزين تقراوا في أي وقت تروحوا على الرسائل بتاعتكم بتاعت الموبايل، ومن خلال الرسائل تقدروا تجيبوا الرسالة بتاعتكم اللي هي بتاعت الاستعلام عن المحفظة بتاعتكم، وتقدروا تقراها في اي وقت تاني عادي بكل سهوله وبكل بساطه بدون اي مشكله خالص. اظن الموضوع ما فيهوش اي صعوبات خالص. وانا عن نفسي علشان خاطر انا مش هعمل حاجه فانا هدوس الغاء. جاري إلغاء. انا مش عايز استعلم مش عايز استعلم اصلا عن المحفظه ولا عايز اعمل حاجه فانا هدوس الغاء. لوحة المفاتيح مخفية. تم بمجرد ما انا دوست الغاء المفاتيح علامة استنوا زر كده. اتصال. مربع تعديل. بمجرد ما انا دوست الغاء خلاص المربع الحواري ماشي من قدامي، ولكن لو انا عايز استعلم عن محفظتي فانا هدخل الباسورد الرقم السري قصدي بتاع المحفظه بتاعتي باللغه الانجليزيه وادوس ارسال. بمجرد ما ادوس ارسال هتجيني رساله قدامي موضحه لي كل حاجه بالتفاصيل الممل عن محفظتي. هروح انا داس موافق، ووقت ما يكون انا عايز ارجع لها تاني هروح لها من الرسائل، لان انا بمجرد ما ادوس موافق الرساله بتمشي من قدامي من على الشاشه وبتروح للرسائل. وقت ما انا يكون عايز اشوفها هروح داخل على الرسائل واقدر اشوفها عادي بكل سهوله وبكل بساطه بدون اي مشكله خالص. اظن الموضوع سهل جدا ومفيش اسهل منه. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او مواجهه اي مشكله من اللي احنا شرحناه ده او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه، يقدر يكتب لي سؤاله او استفساره او مشكلته اللي مواجهه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه. وانا ان شاء الله باذن الله هشوف كل تعليقاتكم وهرد عليها باذن الله. في اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الرشد. محل تسجيل.